السلام عليكم طلاب السادس. بما أنه امتحانكم الأحد وما بقى لكم وقت، فسويت لكم ملف لمراجعة ليلة الامتحان. هذا الملف راح تلقون به كل التعاريف المطلوبة، وتلقون به أغلب الأسئلة المفيدة لكم واللي تعتبر ثوابت بمادة الامتحان مال الأحياء. إذا حابين تشوفون الملف كامل ونشوفه سوا أنا وياكم، خليكم وياي وتابعوا الفيديو كامل على قناتنا باليوتيوب. إذا أجينا نشوف هذا الملف سوا شباب، راح نلقى أول شيء التعاريف الخاصة بالكتاب مالتنا. راح نبدأ بالسؤال الأول، عرف ما يأتي. مثلا تعريف الفصل الأول: الغشاء البلازمي، الشبكة الداخلية، وإلى آخره من التعاريف اللي موجودة والوزارية. راح نجي نقلب بعد، نقدر نلقى الفصل الثاني اللي هو موجودة به النسيج والثرموبلاستين وغيره. وراح نعبر على الفصل الثالث، راح نلقى به الميسم مثلا، المتك، الجويزاء، وإلى آخره من الأشياء المهمة بالفصل الثالث. وكذلك التعريف مال الوراثة والطراز المظهري، الصفة الهجينة، كل التعاريف اللي مطلوبة واللي موجودة به. نعبر السؤال آخر اللي هو مثلا الأطوار والأدوار. شوفوا هاي ملاحظات تفيدكم. مثلا كل تكوين هو بالطور النهائي، مثلا كل انقسام يحدث بالطور النهائي، وكذلك الملاحظات البقية اللي تخص هذا السؤال. وراح نجي نلقى شرح ملخص لهذني الأطوار والأدوار لأن كلش مهمات. ونلقى أيضا الأسئلة الوزارية اللي جاية على هذا السؤال. زين. وبعدها راح نجي نلقى أسئلة أخرى وإضافية مهمة جدا مثل موقع ووظيفة، وتقريبا أغلب الموقع والوظيفة اللي موجودة بالكتاب راح تلقوها بهذا الملف. زين. ومسوي لكم اياها على شكل جداول، التركيب المطلوب من عندكم والموقع والوظيفة مالته، وايضا لكل الفصول مال الكتاب هذا. بعد الموقع والوظيفة راح نجي لسؤال اخر اللي هو: ما نوع النسيج في كل من ما ياتي؟ وهذا سؤال كلش مهم للفصل الثاني. مثلا ما نوع النسيج اللي موجود بالكمثرى؟ هي خلايا صخرية او حجرية بالنسيج السكلرنكيمي. مثلا ما نوع الأنسجة اللي موجودة بصيوان الأذن؟ نسيج غضروفي، مطاط، وهكذا. لحد ما نخلص هذا السؤال راح نلقى سؤال يخص الفصل الثالث اللي هو: ما نوع التكاثر اللاجنسي؟ مثلا شنو التكاثر اللاجنسي مال البراميسيوم الانقسام الثنائي المستعرض؟ عفن الخبز الأسود، الأبواق، وهكذا. السؤال اللي بعده يخص التركيب الكيميائي لبعض الجزيئات اللي موجودة أو الأعضاء أو التركيبات اللي موجودة بالكتاب مالتنا. مثلا جدار الخلية البدائية يتكون من البروتين والدهون وعديد السكري، أو الجدار الخلوي اللي موجود بالنبات يتكون من السليلوز بالخلايا الفتية، ويتثخن بإضافة الليجنين في الخلايا المتقدمة بالعمر، وإلى آخره. وبعدها راح نلقى سؤال: أعطي مثال لكل مما يأتي. هذا سؤال دائما يتكرر. مثلا أعطي مثال عن ثمار بسيطة مثل الباقلاء والطماطة. حيوان التكاثر العذري فيه هو الوحيد موجود السحالي الصوتية، وإلى آخره من الأمثلة اللي موجودة. حدد المسؤول عن، أيضا من الأسئلة المهمة واللي يتكرر عندنا. تكوين الخلايا السمتية منين جاية؟ جاية من الانقسام الاعتيادي لنواة البوغ الفعال أو نواة الكيس الجنيني غير الناضج. أو مثلا الأنسجة الحيوانية منين جاية؟ من تمايز الطبقات الجرثومية الثلاث، وإلى آخره من حدد المسؤول اللي موجود عندنا. عندنا أيضا سؤال: ما الطرز الوراثي والمظهر الوراثي ونوع الوراثة؟ شوفوا إذا جاب لكم طراز وراثي يريد من عندكم المظهري، أو إذا جاب لكم المظهري ويريد من عندكم الوراثي، نفس الشيء. مجرد ما تحفظون الجدول راح تقدرون تميزون هذا وهذا شنو. مثلا دجاج زاحف ولد ميتا، سي كابيتال سي كابيتال، اثنيناتهم كبيرات. وطبعا هذا من نوع من الانواع الوراثه الاليلات المميته، وكذلك باقي الامثله موجوده كامله عندكم. ايضا عندنا املا الفراغات تقريبا لكل الكتاب موجوده. مثلا يحدث الايثاق في الدور الازدواجي ويتضاعف دي ان اي في الطور البيني. كذلك مثلا عندنا قد تنتفخ الخلايا عند وضعها في محلول واطئ التركيز. هذه من الملاحظات المهمه والفراغات المهمه. وكذلك لكل الكتاب عندنا فراغات أيضا. هذا الملف يحتوي على هاي الأنواع من الأسئلة. تبقى لكم التعليلات، تبقى لكم المقارنات، الشرحيات العامة، تبقى لكم الرسوم وبعض الأشياء، المخططات مثلا، المعادلات مال الفصل الأول. الأشياء البقية أنت لازم تكون قارئهن وتراجعهن بليلة الامتحان. هذا الملف كلش يفيدكم بليلة الامتحان. حاولوا تقرون، لا تنسون تشتركون بالقناة وتدزوها لجماعتكم حتى تستفادون من كل المعلومات اللي موجودة بها، ومن كل الفايلات اللي راح نحاول ندزها لكم، وكل الفيديوهات اللي تساعدكم تجيبون الدرجة اللي تريدوها. كان وياكم أستاذ الحسين العقابي، مدرس الأحياء في مدرسة المعارف، وماخذ ماجستير بالوراثة. أشوفكم بخير، مع السلامة.